الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة. برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. تعال يا سبع بيت عندنا حكمت يا من الليالي يا من الليالي على أولاد الملوك حكمت. لا تقصد الندل في عزا ولو حكمت. تعال يا سبع بيت عندنا حكمت يا من الليالي على أولاد الملوك حكمت. ولا تقصدي الندل في عزا ولو حكمت. اقصد جداع زين ومأصل من الجد. ولا تقصد اللي على شنب المرا حكمت يا ليل الله يا بقول يا دنيا الشوم راحوا فين حبايبكي يا دنيا الشوم راحوا فين حبايبكي. خليت الصغر والكبر حتى الحبايبكي يا دنيا الشوم راحوا فين حبايبكي. خليت الصغر والكبر حتى الحبايبكي. واللي ضحك يوم على طول الزمن يبكي. اللي معاه مال يقولوا له الرجال يا بيه. واللي بلا مال ينسوا الألف والباء. أنا عملت على طول الزمن أبكي. تمتلك مصر كم هائل من الفنون الشعبية والتراث اللي بيرتبط ارتباط وثيق بالبيئة. يمكن احنا في جنوب الصعيد عندنا فنون بتميزنا عن غيرنا من البيئات، خرجت من البيئة بتاعتنا وبتعبر عنا وعن الناس اللي موجودة في جنوب الصعيد. النهاردة ضيفنا في موزايك الفنان الشعبي حسين محمود عيد من الأقصر، وهيكلمنا على الفنون الشعبية اللي بتميز جنوب الصعيد. برحب بيك يا حاج حسين. الله يبارك فيك. حسين، يمكن الجنوب معروف عندنا هنا ان احنا لينا الفنون الشعبيه الخاصه بينا. نعم مشهورين بالكلام ده. مشهورين احنا بالفن الشعبي. بالفن الشعبي والنميم والسجل وكله في الصعيد ان شاء الله. متهيألي الفنون الشعبيه دي اللي بيغواها واللي يحبها بتبقى دايما من الطفوله، مش كده حاج حسين؟ من الطفوله بتزرع فيه زرعان يعني من الطفوله. انت بقى احكي لنا كده، انت بدأت امتى تحب الفنون الشعبيه دي وتتعرف عليها فن؟ والله انا من 86 اشتركت الفن الشعبي. كان اول حاجه الكف البلدي اللي هو طالع من غير عود ولا من غير بتاع، ما فيش غير الطار بس، الدف بس. والناس الكبيره يعني في السن برضه كانت تدق. بعد كده لما تطور بقي عود ومش عارف ايه وهي، فالمهم انا اتجهت لطريق ثاني. بقيت في المديح بقول فمها بيرت الايه ويديها على الرحايا. يعني ده كلام مكتوب في الكتب. فمها بيرت الآية ويداها على الرحايا. على النساء لها مزايا بنت طه الرسول. دايما الفنان الشعبي بيرتجل، يعني بيقول حاجات من عنده، من تلقاء نفسه. تلقاء نفسه كده، يعني حاجة كده بيفكر فيها في المخ وبيجيب أهم حاجة إيه الواو يبقى إيه مكمل بالثاني يعني. يعني ما يجيبش الباء مع الراء، ما يجيبش الدال مع الطاء. ايه القواعد بتاعة الفن الشعبي دي؟ يعني ايه الحاجة اللي بتميز الفن الشعبي؟ القواعد بتاعته
القواعد اهم حاجه، يبقى فن واصل للناس يعني زي ما حيعجبك انت، انا قبل لا اقوله بيعجبني، حسيت نفسه انه حيعجبني حيعجب غيري، لكن لا حسيته كده في خلل كده ولا كده، يبقى بلاش اقوله احسن. يعني انت مقياس نفسك لو حسيت ان انت راضي عن عن اللي عن بقوله. الانشاد ده او الفن ده، ايوه يبقى هيعجب اللي قدام. حيعجب. يعني احنا الحته اللي من شهرين دي عملناها ووصلت جميع العالم، كنا عاملينها كده يعني ونسه بتاعت يا سبع بيت عندنا حكمت. احنا الفن ده ماخدينه هوايه يعني بدون اي مقابل. متى ما بتاج الواحد، يعني انا فكرت اول امبارح في، قالوا عيد الام جاي، لقيت العيال في البيت بيقولوا عيد الام ومش عيد الام، قعدت مع نفسي زي كده برضو، معي ورقه وقلم، وقلت عيد الام ما هواش يوم واحد فقط، عيد الام على طول الدوام. ورحت كاتب في حشاكي حملتيني، وعلى كتافك شلتيني، في حجرك ربتيني، ما لاقيش حنان زيك يمه. هنا القصيده بتاعتك اللي هي حسيت ان هي تقبلها الناس وحسوا ان هم يعني ان هي عملت والله ضجه. اي حاجه بقولها بس تتقبلها الناس مني انا. زي ايه اللي انت قلتها من شويه؟ يعني بتاعت دي تعالى يا سبع بيت عندنا حكمت، يا من الليالي على اولاد الملوك حكمت، ما تقصد النذل في عازة ولو حكمت، اقصد جدع زين ومأصل من الجدين، ولا تقصد اللي على شنب المرأة حكمت. يعني عندنا في الصعيد يقول لك فلان ده المرأة حاكمة عليه في البيت. فهي اللي عملت الضجة دي. ده اللي بيعتبر فن الواو يا حاج حسين. الواو ايه فن الواو ده؟ يعني يمكن ناس كتيره مش عارفه فن الواو، هو من الفنون الاصيله عندنا في اسوان وفي الاقصر وفي قنا خاصه يعني. خاصة الصعيد اللي هو اللي صعيد بيقول الجواني اللي عليه بيقولوا الجواني. يعني الناس الكبيرة كانت هي وقاعدة زي كده، ده يجيب موال على ده ويجيب موال على ده، هو الواو ده. ايه الواو ده؟ يعني اللي هو مثلا كلام موزون وفي حكمه. في حكمة وبيبقى على الواقع. على الواقع. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، لما جات حكاية الكورونا دي جديد وبتاع، برضه وقفت جنب الجامع كده، وواحد اخونا قال لي انا قولك انت ما فيش حاجة على الكورونا تقول ايه؟ قلت له والله في، بس اديني 5 دقائق. اداني 5 دقائق وسندت يدي على الجامع كده، بعد كده بقول له طبيب نافع علاجه في الكورونا، لا طبيب نافع علاجه ولا شيخ يقرا الكتاب، ودوانا في النبي واحبابه والسنه والكتاب. طالما سبنا السنه والكتاب احتاج اكثر من الكورونا، لكن متمسكين بالسنه والكتاب ما فيش اي حاجه راح تضرنا ان شاء الله. حاج حسين، كمان الموال من الفنون الشعبيه الجميله اللي يمكن بتتقال دايما في مناسبات معينه. بتبقى في مناسبات معينه. يعني النهارده في ليله ذكر ما جيش اقول فيها الموال ده. لا، في بتبقى قصايد دي، في فرح بيبقى يتقال فيه الموال ده. في قعدة صلح عندنا يعني في البلد او في الصعيد برضه يجي هي قايلوا الموال ده. يعني كل حاجه بتبقى هي ليها حاجه، ليها المكان المناسب اللي انت تتقال. ليه يعني في بعد كده واحد بيعمل حقيقه لولده، ما تروحيش تقول الموال ده فيه. يعني تألفي له حاجات مناسبه اللي هو الحاجه اللي انت مدعيه ليها. الفنون الشعبية دي قائمة على التفاعل يا حاج حسين، يعني لازم اللي انت مثلا قاعد في وسط ناس تتفاعل معاهم، يعني انت تقول حاجة هم يردوا عليك او يشجعوك او كده. ايوه نعم. يعني كنا قاعدين في مره وبيقولوا فلان فرح ومش فرح، لا احنا الواحد ده ما دعاناش، ده دعانه. فرحت بقول له مني، بقول له يا واد يلي قميصك من كتر الغسيل مدعوك، يا واد يلي قميصك من كتر الغسيل مدعوك، اوعى تروح الفرح من غير ما يدعوك، غمز رغيفك في دقة ونام مرتاح، وسيبك من أكل الفواكه والتفاح، لو كانوا بيحبوك كانوا شيعوا ويدعوك. دي يعني جات في الايه يقول لك فلان لا النهارده مدعي، والفرح فلان ما مدعي. فالفرح لازم يبقى دعوة، لكن مولد اروح له من غير كده. بتحفظوا انتوا الحاجات القديمة، التراث القديم، يعني الفنون الشعبية دي تراث الناس بتتوارثه جيل من جيل. جيل من جيل. بتحفظوها مثلا او كده. كانوا كبارنا يقولوا في يعني ناس كانت كبيرة زي المرحوم أحمد بالريوم، يعني ده راجل برضه كان ليه في الموال، يعني هو قاعد على المسرح كان ربنا كده يكرمه ويألف. لو جاء الليلة برضه يجيب على الليلة، واحد كلمه ويجيب عليه برضه. يعني ما فاحنا أخذناه وراسه منه. يعني أهم حاجة ما يكونش في خلل في الموال، ولا يزعل ده ولا يزعل ده، يعني ما تجرحيش شعور حد. مين اشهر الناس اللي انت خدت عنهم الفنون دي الشعبيه اللي موجوده في الاقصر؟
والله اشهر واحد انا عمي المرحوم احمد البريم. ده عمك. هو اللي يعني كنت استلقط منه. اما كنت يعني مشيت كثير، انا غنيت مع المرحوم رشاد ومع ربيع البركه. يعني انا كنت يعني بقول لك من 86 لحد التسعينات كده بطلت الكف. انا ما كنتش انام، الناس يقول لك النهارده عندنا ربيع حات حسين معاه. طبعا مناسبة الحج من أهم المناسبات اللي بيكون فيها الفنون الشعبية دي، ودايما بيبقى ليها أغاني خاصة بيها. اغاني خاصه. ايوه. كمان حاجات دي بتبقى متوارثة. المدينه سلم لي على النبي وسلم لي. لا قولها لنا كده بالصوت يا حاج حسين. اللهم صل على سيدنا محمد. يا أهل المدينة يا أحبابنا بينا، نظرة نادينا على مدد الله. الله الله جناكم أشواطا كوتنا الأشواق، جناكم أشواطا كوتنا الأشواق، أنتم الرفاق، أنتم الرفاق على مدد الله. جينا بلادك مع أحبابك، جينا بلادك مع أحبابك، افتح لنا بابك يا رسول الله. الله الله يعني على مناسبة. صلي وسلم عليك يا سيدنا محمد. لازم يردوا عليك بقى الناس يا حاج. هم يقولوا يا أهل المدينة اللي قلت الأول. مصاحبكم آلات ولا بيبقى الموضوع معتمد على الصوت أكتر؟ لا هو على الصوت أكتر والرق. يعني الباقي الآلات مش بنعتمد عليه. لا ناي ولا دي ولا دي. يعني أغلب مجالسنا دول كتب البلد ناس تلم كده زي إخواننا، وكل واحد نجيب الرقين دول الكبار الدفين ونقول قصايد مع بعضينا. الموال حاج، انت اول ما جيت اسوان هنا يعني يمكن زرت اسوان، طلعت بموال كده مع نفسك وحبيت ان انت ايه يعني تخلد المناسبه دي او الذكرى دي في ان انت تقول موال. 80 86 في اسوان كنت، كان ديشي هنا في اسوان، فيعني حبيت اسوان. صح وهي اسوان يعني اي حد يجيها لازم يحبها. يعني بلد هاديه، واللي يعني ما يحسش نفسه غريب فيها الواحد. يعني ما يحس الصح والله، اول ما بينزل يحس نفسه انه قاعد في بلده. يعني ناس كده ناس متواضعين برضه، يعني تحسيهم قريبين قوي لينا. فالواحد اول ما جا كده طيب انت هي حتقول هذا مش هي حتقول، ورحت مفكر فيه ده. اسوان يا حلوه اصل النيل جاي فيكي مقامات وجميع الاولياء فيكي سد عالي دائما زايل ليكي. بلد ماريا دائما بتكرم الضيف، وبلد ماريا شتاها دائما صيف، وبدعي الله من العدو يحميكي. كنت عايزه اسالك برضو على حاجه مهمه اللي هي ليالي رمضان، وازاي انتوا بتقضوها في المديح وفي الليالي الدينيه وفي الانشاد وكده. بنقضيها بالقران الاول، الشيخ يقرا ربع قران، وبعد كده نقضيها بالمديح، مديح والذكر بتحلى بقى الليالي دي في رمضان. يوميا عندنا في رمضان بعد صلاه التراويح نطلع على المنظر اللي فيها الصار، ده مسمينها الصار. يعني بعد ما الشيخ يقرا له ربع نشتغل في المديح برضه. يعني كل واحد يجيب طاره معاه، وكل واحد المناسبات الدينيه عامه بقى. ايوه. لا وفي رمضان بالذات يعني احنا ممكن في الايام العاديه نخلي في يوم، لكن رمضان ده يوم بعد التراويح ما فيش، لازم نطلع عندنا اخواننا عاملين يعني كذا قاعده مسمينها ساعات. النهارده عند الشيخ فلان، النهارده عند الشيخ فلتكات، نروح على طول ناخذ الشهر كله بتاع رمضان، ما نروحش الا مع السحور. رسول الله سيدنا النبي في الروضة جاء حديث ما معناه اسمعوا من قد صلى عليه طه العز وطه الجاه طه السعد لمن يهوى طه
اسمع من قد صلى. دائما ما تهفو القلوب إلى المديح والإنشاد الديني. دايما في جنوب الصعيد بنحب الإنشاد والمديح وبيعتبروا من أهم الفنون اللي بتجذب الأطفال. النهاردة مش هنقول أطفال بقى، احنا شاب معانا أحمد عادل، واحد من الناس اللي بتحب جدا موضوع الإنشاد والمديح النبوي. برحب بيك يا أحمد. الله يخليك يا رب ان شاء الله. أحمد، عرفنا بيك أكتر كده. أنت من محافظة الأقصر، من قرية السيد بحري الطرخين. قول لي بقى، انت بدأت ازاي في موضوع الانشاد الديني ده وليه حبيت المديح؟ انا انشاد الديني ده حبيته يعني عن طريق اهل البيت. كنت اروح مع يعني اصحاب الوالد ابوي. كنا نعمل عندنا يعني فرقه حضره يعني ناخذ المجلس، فكنت اروح معهم، فقلبي يعني انجذب للحاجات دي فاخدتها منهم. من امتى بقى؟ قول لي من سن كام؟ يعني من سن 9 سنين. من 9 سنين اه بدأت الموضوع ده وحبيت ان انت تحضر الجلسات دي وتحس ان انت بتتبسط لما بتروح هنا. ايوه، كنا بنزور اهل البيت يعني وتربيت على حب قطب الاقطاب سيدي ابو الحسن الشاذلي، ويعني من محبينه الصراحه، ويعني بدات من عنده. قول لي بقى، ايه الاسرار بتاعه الانشاد الديني؟ ازاي يبقى الواحد المنشد الديني ده منشد شاطر والناس كلها تحب تسمع منه؟ بالمقامات والصوت والنفس. يعني هو بيتدرب مثلا، بيسمع يعني كام واحد وبشوفهم مثلا بيتدرب مني وباخد منهم المقامات، بيشوف يعني ازاي فين يعلي فين يوطي، يجيب البيوت من هنا من هنا وزي كده. فانا عملت كل الحاجات دي، ومعاي دفتر في البيت يعني بحفظ فيه قصايد كده دينية، قصيدة كده دينية او انشاد ديني تورينا فيه جمال صوت. حاضر. الله يا الله صلوا على الزيني، طاط القمر الأحمد وانشق نصفني، أبدأ كلامي بالزين طه كحيل العين، أبدأ كلامي بالزين طه كحيل العين، أبو وردتين على الخط فوق العالمين، ما كان على بالي هجرك وإقبالي، ما كان على بالي هجرك وإقبالي، بالصبر أولاني بمحبته. الله الله يا الله صلوا على الزيني، ضاط القمر الأحمد وانشق نصفني، أبو بكر يا صديق صحب النبي ورفيق، أبو بكر يا صديق صحب النبي ورفيق، روحوا فدا في الضيق من لدغات النيني، لما عمر أسلم فرح النبي تبسم، لما عمر أسلم فرح النبي تبسم، وتباشروا الإسلام لدخوله في الدين، عثمان يا عثمان يا جامع القرآن، عثمان يا عثمان يا جامع القرآن، سحر النبي العدنان زوجه النورين، علي يا كرار سيفك طويل بطر، علي يا كرار سيفك طويل بطر، صاحب النبي المختار قتل الملاعين، جالوا الجمال جالوا يكحص على عقاله، جالوا الجمال جالوا يكحص على عقاله، يا بختي جماله رأى رسول الله، واختم كلامي بالزين طه كحيل العين، واختم كلامي بالزين طه كحيل العين، أبو ورديتين على الخط فوق العالمين، الله يا الله صلوا على الزيني، ضاط القمر الأحمد وانشق نصفني. جدا يا احمد، جميل بجد والله. قول لي بقى، الليالي بتاعتكم بتقضوها ازاي؟ يمكن يعني انتوا مجموعه كلكم مع بعض كده بتحبوا الانشاد الديني والمديح، بتقضوها ازاي مع بعض؟ بنقضيها مثلا كل اثنين او خميس في بيت مثلا واحد من القرايب او من الانشاد، فبنروح هناك وناخد الحضره بتاعتنا وسمعتنا وبناخد الحضره وبنمدح، بنعمل الانشاد الديني. كل واحد بيعمل فقره بتاعته ولا انتوا بتردوا على بعض؟ لا، هو كل واحد مثلا ليه فقره، كل واحد ليه فقره والباقي بيرد معاه. مثلا لازم تردوا على بعض. يعني انا شايفه كده ان كل واحد بيغني التاني بيحاول ان هو يكون من الناس اللي هي بتردد معاه. ما هي ايوه، ما هي كده عشان يعني يطلع الصوت احلى والواحد يعرف ياخد راحته، وعشان مثلا يعني ما يتلخبطش في اللي وراها، فيعرف مثلا يفكرها يراجع فيها. يعني
يعني ركز اثناء ما هم بيردوا عليه. في الاثناء اللي هم بيردوا فيها هو يكون جاب اللي هيقولها، يكون عارف مثلا الوقت ايه اللي مستمع يتاكد من المعنى. ووضح الكلام مثلا الواحد عشان ما يعملش يعني اي حاجه والواحد مثلا ما يعرفش يبقى يقول. بيتهيألي المديح ده يعني بيديك صفات كويسه يا احمد، يعني خلاك مثلا تحب اللغه العربيه. احكي لي كده ايه الحاجات اللي انت استفدتها من حبك للانشاد الديني والمديح؟ استفدت مثلا الصوت، وعارف مثلا كل حاجة في المديح والصوت والعلي مثلا والوطي وزي كده، وعرفت مثلا القراية ممكن الواحد يبقى أسرع وأحسن في القراية، والحفظ والمخ والذاكرة مثلا شغالة معايا في العقل، فحاضر في كل حاجة. كمان بيتهيألي بيقوي الشخصيه، يعني انا شايفاك بتتعامل مع الناس الكبيره، ويعني انت مش بتتعامل مع اطفال زيك مثلا او كده، يعني تعاملك كله مع الناس الكبار، وازاي بتحاول ان انت انت واحد منهم وبتتكلم معاهم وبتاخد رايهم وهم بياخدوا رايك كمان، صح كده؟ ايوه صح، وانا بعمل كده عشان يعني اخذ منهم الصفات الحلوه في المديح. فانا لو اخذت مثلا هيبقى معي واحد قدي مثلا، فانا مش هعرف مثلا ايه اقول، فهم بيدوني الحاجات الحلوه وبيعلموني منها، بيدوني دروس فيها. مين اشهر المنشدين اللي انت شايفهم ان هم يعني كان ليهم تاثير كبير عندكم في البلد مثلا؟ في البلد بتاعتنا عندي مثلا كان واحد يعني مداح كبير بحبه، كله بيحبوا الكروان، الشيخ محمد المنتصر، فده من عشاق وانا بصراحه يعني، وبحبه جدا، فبحفظ منه برضو المقامات والدنيا برضو، وبروح برضو من عندهم منه للدروس برضو اللي بتاعتي، واشوف مثلا برضو اروح عندهم يقولوا لي مثلا اطلع انزل زي كده المقامات دي. كبار المنشدين عندنا في الصعيد، يمكن في عندنا كبار للمنشدين والناس اللي هي كلها بتقدرهم وبتحترمهم ويبقوا موجودين دايما في الليالي الدينية. مين كده قول لي من كبار المنشدين اللي انت اتأثرت بيه؟ لا تأثرت بيهم مثلا في المنشد الكبير أستاذ سين التهامي، فكله مثلا طبعا بيحبه، مفيش حد بيحبوش. وفي عندنا برضو واحد اسمه الدشناوي، خطير ده برضه، امين السيد امين الدشناوي برضه، فكله برضه بيحتك بيه جدا، كله بيحبوه. وانا برضه في اي ليله بقى عرفت ان الشيخ ياسين او امين بتروح تجري بقى تحضر وكده؟ بروح باجي، هم جنبينا في البلاد بتاعتنا، فبروح برضه عندهم بسمعهم وبستفاد برضه منهم الحاجات. بتحب دايما انت تحضر الليالي الدينيه؟ بحب دايما. يمكن في رمضان بنحب دايما الانشاد الديني، وبنحاول ان احنا في المناسبات الدينيه بتاعتنا سواء المولد النبوي الشريف او ليله النصف من شعبان او كده. اشرح لنا كده المناسبات دي بتعملوا فيها ايه، وايه هي اهم الاناشيد اللي انتوا بتحبوا تقولوها في المناسبات اللي زي كده. في ناس مثلا انا صراحه عشان يعني ما بقاش زي الناس اللي هنا، برضو لي احترامي للناس. مثلا لو انا قاعد معاهم مثلا في حضره وزي كده والناس كبيره برضو اكبر مني وبتمدح، ما ينفعش مثلا اخذ منهم المايك الميكروفون واقول انا اللي همدح، استنى لما هم يقولوا لي، لما قالوليش خلاص. انت بس بتحضر بتحب محب يعني؟ فبحضر محب، ولو هم مثلا في واحد عرفني بقى مثلا يعني عندي الهوايه دي مثلا بيقول ده بيمدح، فبيدوني الكريستال وانا بقول معاه. بس بدأت تتعرف خلاص انت يا احمد، يعني من الناس اللي خلاص بدأت تتعرف ان انت ليك في الانشاد. فلما اروح مثلا حتت زي كده الكبيره، مثلا الليله الكبيره، فباخد يعني، بس في الاخر ما باخدش من الاول، بخلي الناس الاكبر مني فبتاخد، فما ينفعش اخد مثلا الاول واحد منهم. بتشوف ناس من سنك كده برضو بيحاولوا ان هم يتعلموا الانشاد الديني والمديح، ولا الحكايه دي قاصره اكتر على الشباب؟ لا، انا الصراحه يعني في ابطال كدي معاي زي كده، بشوفه مثلا بيمدح، فانا في مثلا ناس كدي زي بتغير، عندهم الغيره. لا انا مثلا لو انا يعني ما كانش عندي الهوايه، هم عندهم الهوايه تاني وانا ما عنديش، او هم احسن مني فيها، فانا بغيرش منهم، بقول لهم مثلا ربنا يوفقكم، بغيرش مني، وفي ناس تاني بتغير منهم كتير يعني. ممكن تسمعنا تاني قطعه من الانشاد الديني ليك يعني؟ خلاص. يا جمال النبي، يا حنان سيدنا النبي، والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي، ما لنا غيره، هو ساكن في القلب جوا، ما لنا غيره، هو ساكن في القلب جوا، حبيبي وروحي هو ضامن يا سيدنا النبي، ما لنا غيره تاني، طرفه أكحل رباني،
تاني ما لينا غيره تاني طرفه أكحل رباني هبلج ورد الوجاني جد بالنظرة يا نبي فاض الماء من يدي والضب يسلم عليه فاض الماء من يدي والضب يسلم عليه والبعير شكا إليه يا كريم يا نبي يا جمال للنبي يا حنان سيدنا النبي والله العظيم يا ناس ما لنا غير النبي. بقول يلي معاك البنات قم بدر وشوف لك سوق تبيع بأرخص ثمن يكسب معاك السوق والبنت إذا كبرت واجب منعها من السوق يلي معاك البنات قم بدر وشوف لك سوق تبيع بأرخص ثمن يكسب معاك السوق والبنت إذا كبرت واجب منعيها من السوق إذا شافت الشاب يكتر زيد في جلحها يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عالمبالي طوي يا ليل. كده اللوحات رسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.